الآن من القوى السياسية ورموز المعارضة التي ألقاها الرئيس مبارك. نعم، يوم أمس بالفعل يعني كانت هناك عدة ردود أفعال من عدد كبير من قوى المعارضة. يعني الجبهة الوطنية للتغيير يعني طالبت الرئيس مبارك بحل مجلسي الشعب والشورى وإلغاء قانون الطوارئ ورحيل هذا النظام بأكمله وليس حكومة أحمد نظيف، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي جمعة الغضب أو يوم الغضب. يعني عدد كبير من البيانات صدرت واتتنا، ولكن حتى الآن لا توجد استجابة. يعني كما ذكرت لك الوضع كما هو في وسط القاهرة، هو هدوء مشوب بالحذر، قد تندلع المظاهرات في أي لحظة، لا توجد سيطرة أمنية كما هو الحال. بالتالي مصطفى، يعني غياب الشرطة عن المشهد رغم وجود الجيش كيف أثر على الأمور؟ هل يوجد ما يمكن أن نصفه بالانفلات نوعا ما؟ يعني يمكن أن نصف ذلك عثمان للأسف. يعني كما ذكرت لك صباحا، يعني عدة أقسام شرطة رئيسية يعني تفحمت بأكملها، واستولى المتظاهرون على كل ما